ابوكي بس دبسني في شقه اكبر من امكانياتي عشان يرضى على جوازنا. انا تقريبا مرتبي كله بيروح على ايجار الشقه. انت ايه مش مستوعبه حاجه زي كده؟ ما هو بابا برضه صارف ومكلف ومجهزني احسن جهاز، فطبيعي ان هو يستنى شقه كويسه. الناس بتتطور يا محمد. تمام، وانا ما اعترضتش ووافقت وضغطت على نفسي عشان خاطرك، وفي الاخر بتفاجئني بحاجه زي دي؟ يا محمد احنا متجوزين بقالنا 3 سنين، عمال اقول لك عايزه اخلف، عايزه ابقى ام زي اي ست. مش هستنى انا بقى لما اكبر ويا عالم هعرف اخلف ولا لا، ونشوف بقى ساعتها الامور استقرت بالنسبه لك ولا لا يا محمد. صوتك في ايه؟ حبيبتي نفسي ابقى ام ونفسي ابقى اب، الكلام دوت للناس اللي قادره على الخلفه والمصاريف. بصي يا حبيبتي لعربيتنا وبصي الحاجات اللي احنا جايبينها، بصي بقى لعربيه الراجل اللي ورانا وشوفي جايب ايه. في ايه يا استاذ، انت هتقر ولا ايه؟ انا اسف يا استاذ، مش قصدي خالص. استغفر الله العظيم. انت شايفه ازازه الزيت بقت بكام؟ ولا صاحب العماره اللي عايز يزود علينا ايجار الشقه؟ انت ايه مش حاسه بحاجه خالص؟ حضرتك هي حاسه، وبعدين ده مجرد اختبار حمل، هي ما قالتش انها حامل. ممكن الاختبار يطلع سلبي وساعتها تركبوا اللولب تاني وعادي ولا ايه؟ ما هو كان راكب، بتشيله ليه ولا هو وجع دماغه وخلاص؟ انا كده ما شلتش حاجه، بتزعلي ليه؟ ما تقول لها اشيله ايه؟ براحتي على فكره، اشيله براحتي. يا جماعه روحوا اعملوا اختبار الحمل في البيت، احنا ملناش دعوه بالكلام ده. خلاص بالراحه يا حاج، بالراحه. خلاص حاضر. براحتك ده يا حبيبتي لما ما يكونش في راجل في البيت، ها؟ لكن انت متجوزه راجل وليه كلمه وقرار في حاجه زي دي. انت ايه مش متجوزه عيل بسكسوكه؟ هو في ايه يا استاذ؟ عيب مش كده. لا انا اسف، انا قصدي على السكسوكه اللي هي بتبقى حته واحده دي، لكن دي كويسه، دي حلوه. يا جماعه خلاص بجد، خلاص بجد بقى، مش كده. كملوا خناقتكم دي في البيت وحاسبوني دلوقتي عشان الناس دي عايزه تمشي.